أصدقائي الأعزاء، والنهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية. موضوع بيهم ناس كتيرة جدا وبتتحكم فيه خلية واحدة. بتيجي ناس من دول أوروبا لدول شرق آسيا علشان تكتسب صبغة أو لون معين. فهنا بنبدأ إن احنا نتساءل: هل البشرة البيضاء أفضل ولا البشرة السمراء؟ ولا إيه العامل اللي بيتحكم في لون البشرة؟ وهل في اختلاف الألوان ده لحكمة معينة، ولا دي حاجة مجرد تنوع في اللي ربنا عز وجل خلاه لينا بيننا وبين البشر جميعا علشان نختلف بيننا وبين بعض؟ لها ممكن تكون بشرة سمرة زي ما احنا شايفين، وتكون جذابة ونضرة وجميلة وبتخطف الأنظار، وممكن تكون بشرة بيضة وما بيكونش ليها أي جاذبية.